السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله طيبين وإن شاء الله تكونوا بخير ونعيم في أتم الصحة والعافية. قناة زول ونس، طبعا القناة دي جديدة، أنا سميتها زول ونس عشان المواضيع حتكون شاملة، حتكون سياسية، حتكون رياضية، لكن خصوصا هي قناة إن شاء الله حتتابع الشأن السوداني وبعض الشأن الآخر. المهم الناس تتابع وتعمل شير وتعمل لايك لهذه القناة عشان القناة جديدة. طيب يا عزيزي، عندنا مباراة مهمة جدا جدا بين الهلال السوداني والأهلي المصري. المباراة دي بتمثل استمرار الهلال في البطولة الأفريقية أو استمرار الأهلي في البطولة الأفريقية. مباراة قوية جدا جدا، لكن الملاحظ نحن في الأعوام الماضية أو السنين الماضية دائما مواجهات الهلال والأهلي بيكون في جدل كبير إعلامي وفي شحن جماهيري وأشياء كثيرة قاعدة تحدث خارج الملعب، ودي دائما نحن كهلالات قاعدين ندفع الثمن بتاع بتكون نتائج عكسية وضد الهلال واللعيبة بيدخلوا المباراة بشحن زعيم. المرة دي الوضع مختلف والمرحلة مختلفة تماما. الهلال من إدارة الهلال عملت تكتم إعلامي، حاولت تضبط اللاعبين في المعسكر، في التصريحات الإعلامية ما موجودة، حتى الجماهير في السودان وجماهير الهلال والصفحات في الهلال ما قاعدة تتناول المباراة بالنوع العصبية الزايدة دي. ده لعدة عوامل، أول شيء نتيجة لظروف السودان وظروف الحرب، ونتيجة للسودانيين الموجودين في مصر، ونتيجة إنه جماهير الهلال وعت وعرفت إنه يا أخي لما نحن نتكلم وننتقد الأهلي ونتكلم ونسيب والحياة عموما المباراة والتهديد وحنهزمكم، النكبات اللي قاعدة تحصل دي قاعدة تجي بصورة عكسية على لعيبات بندخل المباراة بشحن زايد وبنخسر نتيجة المباراة. الوضع المرة دي مختلف، الهلال في هدوء تام، خطط في هدوء تام، الجماهير في هدوء تام، اللعيبة في هدوء تام. إن شاء الله النتيجة دي تكون يعني في ملعب المباراة ويقدر الهلال يحقق نتيجة إيجابية وينتصر على الأهلي، رغم إنه الناس بتتكلم إنه الأهلي ما بيمر بأحسن أحوال وأفضل ظروف وعنده أزمة، والكلام ده كلام الإعلام المصري ما كلام، عنده أزمة وعنده مشاكل لكن ده كله ما بهم. الأهلي فريق كبير وفريق محترم جدا مهما كانت الظروف ومهما كانت الأسباب. يوم المباراة بيختلف، بيجيك أهلي مختلف تماما، لكن كمان برضو نحن فريقنا ما سهل. كان لما عن الهلال فريق ما سهل وفريق ما هي، عشان كده نتمنى إن شاء الله ربنا يوفق الهلال، والمباراة يوم الثلاثاء إن شاء الله تكون مباراة يعني مباراة عالمية ومباراة يقدر الهلال ينتصر فيها بغض النظر عن الحاصل شنو. ونتمنى كمان برضو عودة المصابين للهلال، محمد عبد الرحمن، إيمي تندك، أداما كوليبالي، وفي أخبار إنه أداما كوليبالي وإيمي تندك بدوا التمارين في المباراة. اللعيبة صراحة مهمين جدا جدا، الثلاثة اللعيبة يتكلم عنهم ديل قربان ما في لاعب يعني بديل ليهم، لاعب محترم، لاعب ممتاز جدا جدا في أفريقيا وفي السودان، بالإضافة لإيمي تندك وأداما كوليبالي، لعيبة عندهم إمكانيات عالية وقدرات عالية. نتمنى يلحقوا مباراة الأهلي والتوفيق يكون حليف، وإن شاء الله يقدموا مباراة محترمة وعلى الجماهير مساندة الفريق. مباراة ما سهلة، مباراة مع فريق بيعرف يعني كيف يدير المباريات دي سواء كان داخل الملعب أو خارج الملعب، لكن أنا شايف لحد الآن إدارة الهلال وجماهير الهلال قدرت تسيطر خارج الملعب، وإن شاء الله نكون على هذا النهج لحد ما نهاية المباراة. وحتى إذا حصل أي نتيجة في المباراة الأولى برضو عندنا مباراة رد، الناس تكون متكتبة وبعد نتجاوز الأهلي بعد كل حادث حديث. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى